برنامجنا حياة كلب. النهارده حلقة جديدة، تقدروا تتابعونا على الفيسبوك واليوتيوب تشوفوا الحلقات اللي فاتت. ناس كتيرة الفترة اللي فاتت بتكلمني بتقول لي ان الكلب عندنا في البيت ابتدى يبقى مهايبر شوية، واحنا بنقول ان sometimes ده بيبقى نتيجة ان هو قاعد جوه البيت الفترة بتاعت الشتاء. طبعا احنا عارفين ان احنا في الشتاء العمليه بتبقى مختلفه شويه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا ديوته الساقعه ممكن ما ننزلش الكلب كل يوم، او ان احنا ننزله ونمشيه فتره قليله. طيب لازم ناخد بالنا من حاجتين. في الاخر هو الكلب اتعود على روتين، والروتين ده لو انت ابتديت ما تنفذوش اللي هيحصل ان الطاقه هتجمع زياده. نمره 2، البني ادمين العاديين اصلا بيتخانوا في الشتاء، والحيوانات برضو ديوتو ان هي بتاكل كتير في الشتاء عشان تدفي نفسها، فبالتالي هي كمان بتملى وتتخن. فبالتالي اللي هيحصل ان انت لما تاكل نفس الكميات اللي انت بتاكلها وتقلل المجهود، الكلب هيبتدي يبقى مهايبر جوه البيت. ده شيء طبيعي جدا، لان البيت درجه حرارته على الاقل هتقل عن بره 5 6 7 درجات. طيب معنى كده ايه؟ يعني انزل في التلج ومش عارف ايه؟ لا، محدش قال كده. لكن انت ممكن تبدر ميعاد المشي بتاعك، ممكن تزود مده المشي في الجو الكويس. يعني مثلا لو انت بتمشيه مرتين في اليوم، خلي المره اللي الجو فيها كويس مدتها اعلى. يعني مثلا لو مشيته مثلا نص، بدل نص ساعه مشيه 45 دقيقه، واجي بالليل تبقى تلت ساعه على قد ان هو ينزل يعمل تواليت. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه ان انت تقدر تفرغ الطاقه برضو عن طريق حاجات تانية. زي ايه؟ زي ان انت تلعب وتشغل جسمه في نفس الوقت. ازاي؟ طيب انا مثلا معايا كوره هحدفها له، هيجي هقول له ست، هنفذ معاه الاوامر اللي كلبي عارفها، وبعد كده ابتدي ايه؟ ادحرج الكوره مره واتنين. طيب هل ده كافي انه ينهي عن المشي؟ لا، الحقيقه ان ده مش مظبوط، لان المشي ليه رتم. يعني ايه؟ زي ما انت بتروح الجيم وتتمشى على التريد ميل، ده رتم معين انت بتنزل بعديه بتبقى تعبان. لكن ممكن تروح محل لغايه السوبر ماركت مثلا تجيب حاجه وترجع، وفي الاخر مش هتبقى تعبان. طيب نرجع تاني لمرجوعنا. يعني المفروض نعمل ايه في الشتاء؟ المفروض نعمل ايه في الشتاء؟ ان احنا نظبط المشي. يعني ايام الويك اند مثلا حاول تطول المده تبقى اطول، والايام العاديه تقل شويه. بس في الاخر لو احنا حسبنا ان الكلب ده بيمشي ساعه في اليوم، يبقى انت مطلوب منك ان انت بتضرب ان ساعه في 30 يوم، يعني ب 30 ساعه. قسمهم بقى زي ما انت عايز. ممكن تمشي الويك اند ساعه ونص وساعه ونص، فالكلب اول 3 ايام هيبقى هادي، واخر 3 ايام اللي بعديهم هيبقى مهايبر شويه. انت تقدر بقى تيجي في الويك اند اللي هو الخميس تبتدي تزود المده تاني. اللي احنا عايزين نقوله حاول توزع مده المشي على الكلب في الاول الاسبوع واخر الاسبوع، عشان في النص العمليه تظبط شويه. الحاجه التانيه، مش المفروض ان انت تاكل كميات كبيره قوي في الشتاء. يعني ايه؟ يعني قلل الاكل؟ لا، انا ما قلتش تقلل الاكل، لكن في ناس بتقعد تضيف حاجات زياده على الدراي فود، زي مثلا ويت فود، زي مثلا بروتين زياده. طيب هو كل ده هيروح فين؟ كل ده هيحصل له عمليه تخزين، وهتبقى عمليه تخزين مش صحيه. يعني اللي هيحصل ان الكلب هيجمع كميه بروتين ملهاش اي لازمه في جسمه، والنتيجه بتاعتها ان هو هيتخن ويملى، وده ياثر بعد كده على فقراته وضلوعه، لانهم زينا بالظبط. اللي بيحصل ان انت لما بتزيد في الوزن ونبقى فرحانين قوي ان هو مبقلص، ده في منتهى الخطوره على المفاصل والكيعان وحاجات كتيره جدا، ومنها سلسله الظهر كمان. طيب يبقى الحل ان احنا نقلل عمليه الحاجات الاضافيه اللي احنا بنديها له، ونقلل الكربوهيدرات النشويات يعني، وبالتالي نزود المشي في الفترات الكويسه عشان الكلب الهايبره بتاعته تقل. الا طبعا بعض البريد زي الهاسكي وغيره، احنا كده كده عارفين ان الكلاب دي طاقتها عاليه، ومن قبل ما اجيبها انا ببقى عارف ان هو محتاج على الاقل من ساعه لساعه وتلت في الشتاء عشان يهدى. اشوفكم في حلقه جديده، واتمنى تكون النهارده المعلومات كانت قيمه، وان شاء الله تابعونا عشان تشوفوا حاجات جديده في الحلقات الجايه.